اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنغير مع بعض كده الرخامه بتاعتنا، مش هنغيرها هنرميها، لا، هنحط عليها ستيكر كده يغير شكلها. انا بصراحه ما كنتش مقتنعه في الاول بالستيكر واللزق والحاجات دي، وجربتهم اكتر من مره وحسيت ان هما يعني مش مفيدين ولا اي حاجه. بس الرخامه عندي بتاعتي بايظه خالص خالص خالص. هتشوفوها دلوقتي وهتشوفوا شكلها عامل ازاي. بانضّفها كويس وبالمّعها، وبعد ما تلمع وتنضف وكل الكلام ده، ألاقيها اتلحّت بقت زي المطرّبة كده، بس هي مش عليها أي حاجة. هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. تعالوا بقى نسمّي بسم الله ونصلّي على الرسول ونشوف مع بعض هنعمل إيه. أهي الرخامة عندي، هي مش كبيرة أوي. أول ما طبعًا الرخامة اتركّبت كانت شكلها تحفة وكانت جميلة، بس بعد ما قعدت فترة، هي بقى لها كتّر خيرها يعني 13 سَنة، فعايزة بقى نغيّر في الشكل شوية، تعبت بقى من المَيّة وباظت ومن الغسيل بقى بُصّوا شايفين شكلها عامل إزاي. شِلت بقى كل الحاجات اللي كانت هنا على الرخامة، ورشّيت عندي هنا سيترس أنا باستخدمه في كل حاجة بصراحة. باحب أنضّف بيه الحمام، بيدّيه ريحة كده عظمة، عظمة. باحب أنضّف برضه البوتاجاز، الحيطان، الحوض بتاع المطبخ، بينضّفه بيخلّيه زي الفل. باحب كمان ريحة اللافندر منه بتبقى تحفة، بتدّيكِ ريحة كده زي ريحة الفنادق، بصراحة بتعجبني أوي. نضّفناه كويس ومسحناه بقى بحتّة كده مبلولة، وبعد كده بحتّة ناشفة، وأول ما هتنشف هتشوفوا كمان بترجع زي ما هي. بُصّوا، يعني كانت الأول بتلمع، أول ما حطيت عليها طبعًا السترس ونضفتها، لمّا المَيّة نشفت من عليها ابتدت إن لونها يجرب تاني. تمام. عندي هنا الsticker اللي أنا حاطاه برضه على الحيطة ده، ده ورق زي ورق الحائط كده، بس الصراحة جميل أوي. أنا مش باحب أشيله، لأن هو فعلًا ما بيشيلش دهون. بحتة مبلولة كده بانضفه بيطلع على طول، غير السيراميك خالص. هنا آخد أول الطرف، تمام، وبأي حاجة عندِك مثلًا فيزا، بطاقة، بلاش بطاقة التومين لأحسن تتكسر وتحتاسي. أي حاجة مثلًا سميكة كده بالشكل ده، بس ما عدا طبعًا السكينة أو أي حاجة تكون حادة علشان ما تقطّعيش الsticker، لإن هو يعني بيبقى رقيق أوي. وخلّي بالِك برضه علشان ما يتقطعش معاكِ، واحدة، واحدة كده وبالراحة. طبعًا أنا مجرية الفيديو كتير علشان خاطر آآ ما اطوّلش عليكم يعني في الفيديو. بإيديكِ برضه كده عشان لو في أي فراغات، أي فقاعات مثلًا من الهوا، من أي حاجة من الحاجات دي، تبقى مضبوطة، أكنِّك أنتِ حطيتِ رخامة جديدة بالضبط، مش ورق. بُصّوا، باسحب الورق بالراحة من تحت، وبالإيد التانية باعمل البتاعة اللي في إيدي دي، هي اللي لقيتها والله. بُصّوا أول ما بيمسك جامد إزاي، شايفين؟ بُصّوا، شايفين؟ أهو. باحس إن في فراغات والّا في أي حاجة، باقوم شادة جامد كده، خلاص، وابتدي إن أنا آآ أفرّغ أي هوا أو أي حاجة. لو لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو، صلّي على الحبيب المصطفى، انزلي تحت في الكومنتات اكتبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان ما تنسيش تفعّلي الجرس عشان إن شاء الله يوصلِك مني كل جديد. كمان ما تنسيش اللايك، بالله عليكِ ما تنسيش اللايك وتشيّري الفيديو لو استفدتِ منه. تمام. أنا مش باقدّم لكم محتوى مثلًا هايف، ولا محتوى مثلًا تافه. لأ، أنا باقدّم لكم محتوى أنتم تستفيدوا منه وأنا كمان أستفيد منه. هتقولي أنتِ هتستفيدي منه إيه؟ هاستفيد، هاقول لِك. لمّا أنتِ تشوفي حاجة مثلًا، افرضي أنا مثلًا عملت حاجة غلط، هتكتبي لي تحت في الكومنتات لأ أنتِ غلطانة، اعملي الصح كذا وكذا وكذا وكذا، صح، يبقى أنا استفدت منِّك والّا ما استفدتش؟ لو قدّمت مثلًا وصفة حلوة، تمام، وعجبتِك، مش أنتِ هتقلديني وتشكريني مثلًا وتكتبي لي تحت في الكومنتات جزاكم الله خيرًا؟ فهو ده، هي دي الاستفادة اللي أنتم هتستفيدوها وأنا كمان هاستفادها منكم.
والإفادة الأكتر بقى وأكبر اللي انتوا هتعملوها لي، إني طبعا هنصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مفيش أحلى من الصلاة على الحبيب المصطفى، مفيش أحلى من ذكر الله، مفيش أحلى من الاستغفار. كل الحاجات دي بجد والله العظيم لو عملتوها بنية الفرج، بنية ان ربنا يشيل عنكم الهم، بنية ان ربنا يشيل عنكم الضيق، هتلاقوا ان ربنا فرجها. نور عقلكم وقلوبكم. فكل ده استفادة ولا مش استفادة؟ انا عن نفسي آه، ما ببطلش ان انا اصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لان هو كنز من كنوز الدنيا والاخره. تمام. والاستغفار طبعا دي حاجه يعني جميله جدا 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 جدا. ربنا قال واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كلام ربنا جميل جدا 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 اهو. كده كنت خلصت الرخامة خالص. هبتدي ان انا اعمل الزاوية بتاعة الرخامة علشان تبقى رخامة بقى ايه متكلفة ومتظبطة. قلتلكوا سعر الاستيكر ده 20 جنيه، يعني لو حوشتيهم من مصروفك يا ستي هتجيبيها. لو عندك الرخامة مثلا متر، تمام، هاتي متر وربع، هاتي متر ونص، مش هتخسري ولا حاجة. لو عندك اي حاجة تانية مثلا في رخامة ولا حاجة هتجددي، يعني انت هتجددي مثلا الشقة او هتجددي عندك رخامة ب20 جنيه. لو عايزة تجددي بقى الشقة مثلا بحاجات ارخص من كده بكتير، هقولك على افكار حلوة جدا جدا بأمر الله بأمر الله بأمر الله. ان شاء الله هبقى انزل لكم افكار حلوة برضو نجدد بيها على قدنا على قدنا. يعني انا قلت لكم قبل كده ان انا كنت عامله جمعيه ب5 جنيه في اليوم وقبضتها، وعملت وجددت الفرش بتاع الانتريه عندي لرمضان، وايه ب5 جنيه في اليوم. انتوا متخيلين؟ هتحوشي 5 جنيه هتبريها من مصروف ولادك، اعتبريها من مصروفك، فهماني؟ هتحوشي بس 5 جنيه كده في اليوم وتخشي بيها جمعية مع اصحابك مع جيرانك مع حبايبك، وهتقبضيها وتجددي الحاجة اللي انتي عايزاها. لكن ما تقعديش وتحطي ايدك على خدك وتقولي انا هجيب منين، الدنيا غلا، الدنيا كوى، الدنيا مش عارفة ايه. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وهتعملي حاجات جميلة جدا جدا. عايزة اخد رأيكم كمان، ايه رأيكم في البطرمانات دي او العلب دي؟ انا جبتها وركنتها بصراحة، فقلت بقى ايه ننضفها كده ونظبطها مع الستيكر القمر اللي احنا ركبناه ده الجميل على الرخامة. رأيكم يهمني جدا جدا في الكومنتات. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى، بالله عليكم تصلوا على الحبيب المصطفى عشان تكون صدقة ليا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وندعي لأمواتنا بالرحمة والمغفرة، وندعي لكل مريض يا رب اشفيني يا رب واشفي كل مريض يا رب. كل مريض بيتألم يا رب تشفيه وتعافيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. بشكركم جدا على متابعتكم، ولو كملتوا الفيديو للآخر ما تنسوش اللايك الجميل.